معاكم دكتور محمد بحروس. النهارده هتكلم معاكم عن الأسرة. أيوة الأسرة. الأسرة أصغر وحدة في المجتمع، ودايما هي خط الدفاع الأول للمجتمع. الإنسان مش ممكن يستغنى عن الكيان ده، لأنها المفروض تمنع التعاسة والشقاء. تقسيم الأسرة لوحدات أصغر شيء غير حقيقي، غير منتج. أي أب وأم هم السبب في الترابط والطمأنينة، ولا يمكن أن الشخص يشعر بالأمان إلا بتواجد الأسرة كله. وجود جمعيات حماية المرأة وحماية الطفل وحماية العفريت، كل ده بيحول الحياة لجحيم، لأن الراجل بيشعر بالعنصرية والدونية من وقت لآخر، وده بيخليه يتنازل عن دوره وعن حمايته للمرأة اللي مخلوقة من ضلعه عشان تحافظ عليه وعشان هو يحافظ عليها. وربنا خلق مكانها جنب قلبه، ما خلقهاش لا من رجله ولا من كتفه. كل راجل في العالم مسؤول عن الست اللي حواليه، سواء امه، اخته، مراته، بنته، او حتى الستات غير المباشرين زي بنت عمه، بنت خاله، بنت اخوه. كان في حاجه زمان اسمها الاسره الممتده، وكان ناس ليها اكتر من ام. الخاله ام، والعمه ام، وصاحبه الام، والجده وليه اباء كتير. العم اب، والخال اب ودواليك. فبكده يكون المجتمع محمي، لان دايره الغلط بقت اقل لتعدد الرقابه من اكتر من اب واكتر من ام. الست في الاديان محميه براجل، ابوها مسؤول عنها، واخوها، وابنها، وكل راجل في دايرتها مسؤول يحميها بشكل او باخر، مش بخط النجده. في حاجه اسمها القيم، عارف ان الناس كتير ما تعرفهاش، والقيم دي هي الضمانه الوحيده لاستمرارنا كبني ادمين. وعارف انها مهمه جدا، وعارف ان في حاجه تانية اسمها النخوه، ودي اختفت، لكن عدم وجودها هيوصلنا للسقوط من الهاويه. عاوز اقول لكم انها بتتبني بالتربيه اللي بتحطها الست بتعاني من عدم وجود نخوه، لان هي ما حطهاش في مكانها. مفيش حاجه اسمها ملناش دعوه بست شايله حاجه، او واحد ندل بيتحرش بواحده وحضرتك تعمل مش واخد بالك، او انك تشوف واحده واقفه في المواصله وتعمل اندونيسيا. عيب، عيب. حضرتك كده اسمه نطاعه، والنطاعه دي رغم انتشارها على سكيل واسع قوي، لكنها مش حاجه حلوه، وبتقلل من الراجل احترامه، وبتخليه يقل من رجولته شويه شويه لغايه ما يفقدها تماما، وتلاقي الشاب اللي انت مش عارفه ده ولد ولا بنت، راجل ولا ارنب، والست ما تعرفهاش مأزق. ايا كان، قوم بدورك كراجل، بلاش تكون مجرد هيكل، لانه دور حضرتك. الانبياء كلهم اتولدوا في اماكن كلها كفار، والعلماء معظمهم اتولد في اماكن كلها جهل مدقع وظلام دانس. اعرف انك لو مشيت مع الغالبيه فحضرتك اتحولت لغنمايه في القطيع، لا يصح الا الصحيح. والبذاءه مش احسن حاجه، حتى لو عشت في مجتمع منتشر فيه ده. ارفض، ارفض واثبت نفسك، واثبت انك بني ادم مش حاجه تانية. على الجانب التاني عايز اقول لبناتنا واخواتنا البنات، حضرتك ما اتخلقتيش لاعمال العضلات ولا لان تتحولي الراجل. واعرفي ان كونك ست دي ميزه مش عيب، العيب ان تتحولي لحاجه مش مفهومه هتندمي عليها بعدين. البلطجه والطريقه الذكوريه في التصرفات لا تزيدك الا مسخا، لا هتبقي راجل ولا ست. ربنا حباكي بمميزات كتير جدا، منها القوه ومنها الرقه اللي بتخليكي مسار اللي حواليكي. لو قعدتي وسط رجاله انت عارفه انهم اخلاقهم مش قد كده اهو، نفرض يعني، هتلاقيهم بيحرصوا على الادب لمجرد وجودك. ولازم تعرفي ان ربنا اداكي قوه وقدرات اعلى من الراجل. ذكاء الست اعلى من ذكاء الراجل، ده علم مش رايي الشخصي. قوه الست اقوى من الراجل. الست بتتحمل الام الولاده اللي توازي
طلقتين آلي في العظم. أرجوكوا يا جماعة ما تفكوش الأسرة لأنها أصغر وحدة. كل اللي علينا إن كل واحد فينا يقوم بدوره: زوج، أخ، أب، ابن، صديق، قريب. عمل الأم والأخت بيكون أقوى من عمل 1000 راجل، لأنها لو ربت هيكون المجتمع رائع مبهر. ما تعلميش ابنك يكون غير راجل، انه يكون مسؤول، وانت كأب اعرف ان ليك دور تربي انسان محترم مش شخص مغيب. لان خلي بالنا ان اللي جاي صعب جدا، والفتن متتاليه، والاولاد الصغيرين دول لو ما خليناش بالنا منهم هيمروا باصعب كتير من الخيال. حضراتكم حافظوا على الاسره ككيان موحد، بلاش تفكوه لحاجات اصغر، لان فككوا لحاجات اصغر هيخلينا زي الدول اللي حوالينا اللي اتفكت، وده مقصود. ارجوكوا صدقوني.